ازيكم عاملين ايه؟ This is دكتور شيماء. من الاسئله اللي اتسالتها في اللايف قبل كده من اللايفات بتاعتي، حد وزنه 80 كيلو بينزل جيم بيلعب حديد بس في نفس الوقت عنده بطن ما بتنزلش ابدا، ولحد دلوقتي رغم ان هو جسمه بيتحسن الا ان او بطنه ما بتنزلش وهو ما كانش عارف ايه السبب. تعالوا نعرف مع بعض في الفيديو ده ايه اسباب ان البطن ممكن ما تنزلش بالرغم من انك بتلعب جيم او حديد، وايه الحلول بتاعتها. تابعوا معايا الفيديو للاخر. انا دكتوره شيماء، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. لازم نعرف كده ونحطها قاعده بيننا وبين بعض ان انت عشان الدهون بتاعتك الموجوده في جزء معين في جسمك عشان تخس او تنزل، لازم نسبه الدهون في جسمك كلها تنزل او تقل. يعني ما ينفعش الحته دي بس تخس، لازم الدهون كلها الموجوده في جسمك توصل لنسبه معينه. كمان لازم تبقى عارف ان دهون البطن بالذات بتنزل اخر حاجه لما بتيجي تخس، مش اول حاجه بتنزل دهون البطن، هي اخر حاجه، لان الدهون الموجوده في منطقه البطن دي تعتبر من الدهون العنيده والدهون اللي بيكون صعب نزولها، فبتنزل هي اخر حاجه. طيب تعالوا دلوقتي نعرف الاسباب اللي ممكن تكون بتخليك ما بتخسش من بطنك او بطنك ما بتخسش ابدا. اول حاجه ومن الاسباب المهمه قوي ان انت لازم تتاكد ان انت عامل نقص في السعرات او الكالوريز بتاعتك. في ناس ممكن تكون مش حاسبه السعرات بتاعتها كويس، او بتاخد اكلات او بتنقنق كتير في وسط اليوم بتاعها، مش واخده بالها ان الحاجات دي بتضيف لها كالوريز زياده توقف عندها حرق الدهون في الجسم، بالعكس ده ممكن كمان تخليها تزيد في الوزن وهي مش حاسه. فلازم كويس قوي تراجع الاكل والحاجات اللي بتاخدها خلال اليوم كله بتاعك. ولو انت مش قادر او بتنسى لازم تكتب، اعمل لنفسك كده كشكول او هات ورقه واكتب لنفسك وجبه الفطار اخدت منها كذا كذا كذا، وبنفس التفاصيل اللي انت خدتها بالمعلقه وبكل حاجه، واكتب اليوم كله انت خدت ايه بالظبط عشان لو نسيت، وابدا شوف انت خدت حاجه زياده ولا لا. يبقى اول حاجه لازم تعملها انك لازم تعمل وتتاكد انك عامل عجز في السعرات بتاعتك في الاكل. تاني حاجه لو انت اتاكدت ان انت عامل فعلا عجز في السعرات، لازم تتاكد كمان ان جوده الاكل نفسها كويسه. يعني ما يبقاش اكلك كله نشويات، ما يبقاش اكلك كله عيش ورز ومكرونه ودقيق ابيض، ما يبقاش اكلك كله عباره عن حلويات ونقنقه كتير. حتى لو بتاخد اكل صحي ممكن تكون بتزود من كميه الاكل الصحي ده برضو بيتخزن في جسمك دهون، لو فوق احتياجك برضو بيتخزن في جسمك على هيئه دهون. لازم كشخص بيحاول يخس لازم اكلك يكون كويس، بروتين حيواني كويس، كمان لازم يبقى فيه دهون صحيه كويسه جدا. واخر حاجه بتاخدها هي النشويات او الكرب، بتكون نسبه قليله قوي. كمان ما ننساش الالياف بتاعتنا، الخضار والحاجات دي مهمه قوي. طبق السلطه بتاعك في كل وقت. في كلام بسمعه مثلا يقول لك كل اللي انت عايزه واي حاجه نفسك فيها بس تكون في حدود سعراتك. الكلام ده غلط، الكلام ده مش صح، لان انت مع الوقت ومع اللخبطه لو انت حتى بتاكل الاكلات الكواليتي بتاعتها مش كويسه وطول الوقت بتعمل كده وتقول انا باكل في حدود سعراتي، مع الوقت هتلاقي جسمك بيخزن دهون، هتلاقي بطنك ما بتخسش ابدا، بالعكس ده انت بطنك بتزيد. ومش كل حاجه حتى لو في حدود سعراتك ينفع تاكلها وانت بتخس. الحاجه الثالثه ان انت لو شخص بتلعب تمارين حديد وبتشيل اوزان تقيله، فلازم برضو تزود تمارين الكارديو بتاعتك. ممكن تكون بتلعب تمارين حديد كتير واوزان تقيله، لكن في نفس الوقت ما بتلعبش تمارين كارديو كتير. لازم تلعب تمارين كارديو على الاقل من 4 ل 5 مرات في الاسبوع، من حوالي نص ساعه لساعه الا ربع تقريبا، عشان يزيد حرق الدهون عندك في الجسم. لازم تعرف ان تمارين الكارديو دي هي اللي بتزود حرق الدهون المتخزنه في جسمك. اما تمارين الحديد وتمارين المقاومه فهي بتزود حجم العضله وبتشد الجلد وتمنع الترهلات. الحاجه الرابعه الاسترس. ممكن تكون البطن او الكرش اللي عندك ده هي بطن هرمونيه. يعني ايه بطن هرمونيه؟ لو انت عندك ضغط عصبي او نفسي، فانت لازم تعرف ان هرمون الكورتيزول عندك بيكون عالي في جسمك. هرمون الكورتيزول لما بيعلى عندك بيزود دهون البطن وبيزود تخزين الدهون في منطقه البطن. لازم تقلل الاسترس. لازم كمان تنام كويس قوي، لان قله النوم برضو بتزود الاسترس، وكمان بتزود احساسك بالجوع والشراهه خصوصا للنشويات البسيطه والحلويات. كمان بتعمل اجهاد شديد على الجسم، وتلاقي بطنك برضو بتزيد ما بتخسش. وحتى لو انت حاولت تمشي على دايت او بتلعب رياضه، لو انت عندك ستريس او ضغط عصبي شديد برضو بطنك مش هتخس ولا السبب الخامس لو بتاكل بالليل. لو انت من الناس اللي بتاكل وجبات تقيله بالليل وقبل النوم، برضو ده مع الوقت، العاده دي مع الوقت هتزود دهون البطن عندك وهتخلي بطنك ما تخسش ولا تنزل.
تنزل. مش اي حاجه ينفع تتاكل بالليل، لو هتاكل بالليل يكون اساسه بروتين اكتر عشان يحسسك بالشبع وكمان يزودكش في الوزن وما تحولش جسمك على هيئه دهون. يكون ده قبل النوم ب4 ساعات على الاقل، يعني ما ينفعش تاكل وتخش تنام. الحاجه السادسه لازم تكون صبور على قد ما تقدر لحد ما دهون البطن بتاعتك تنزل. الحاجه السابعه ودي حاجه مهمه قوي يا جماعه، في ناس كتير مش واخده بالها منها، انت بتلعب على حاجتين عكس بعض، انت بتلعب كارديو وبتلعب في نفس الوقت تمارين مقاومه. لازم تعرف ان الاثنين بالنسبه لك عكس بعض. التمارين الحديد او تمارين المقاومه بتبني العضلات او بتزود حجم العضله بتاعتك، فبتحتاج هرمون الانسولين يكون عالي عشان يحصل بناء في العضلات بعد التمرين بتاعك. اما تمارين الكارديو اللي هي تمارين حرق الدهون في الجسم، التمارين دي عشان تحرق الدهون في جسمك، الدهون المتخزنه عشان تتحرق في الجسم لازم هرمون الانسولين اصلا يكون قليل في جسمك، فانت بتعمل حاجتين عكس بعض. تمارين لازم يكون الانسولين فيها عالي عشان يزود حجم الكتله العضليه ويعمل بناء في العضلات، وتمارين تانية بتحرق دهون وعشان الدهون دي تتحرق لازم هرمون الانسولين يكون قليل. لو انت بتلعب النوعين من التمارين مع بعض، تمارين مقاومه مع تمارين كارديو، لازم تبقى صبور قوي، لان ما دام بتلعب التمرينين مع بعض هتلاحظ ان انت في اختلاف في شكل جسمك، هتلاحظ في اختلاف في المقاسات بتاع جسمك، بس بالتدريج. الموضوع بياخد وقت اطول شويه لان انت بتلعب نوعين التمارين مع بعض بتاعتك، وهتلاحظ ان بطنك بتنزل، بس مع الوقت الموضوع بيحتاج وقت طويل منك انك بتلعب النوعين من التمارين مع بعض. لكن لو انت عايز نتيجه سريعه وخلال فتره قصيره النتيجه تظهر بسرعه، تلعب تمارين كارديو بس اللي هي تمارين حرق الدهون بس، وبعد ما توصل للهدف اللي انت عايزه تبدا تدخل تمارين المقاومه بتاعتك عشان يحصل شد للجسم وتزود حجم الكتله العضليه، زي تمارين الهاد، زي تمارين السباحه، زي نط الحبل، زي انك تلعب على العجله. الحاجات دي كلها تمارين كارديو، زي المشي السريع او الجري، كل ده بيزود حرق الدهون. تابعوا الفيديو للاخر وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه.